مؤمنة جدا ان الانسان لازم يستمتع بالمرحلة اللي هو فيها وما يستعجلش على اي خطوة مستنيها علشان يتبسط ويفرح. الاستمتاع الحقيقي مش انك تستنى حاجة معينة انت مستنيها من زمان عشان تتبسط وتبقى فرحان وتحس بطعم الانجاز. الاستمتاع الحقيقي بيكون في اللحظة اللي انت عايشها والمرحلة اللي انت فيها. لو انت مستني تتجوز عشان تبقى مبسوط، كده كده هتتجوز وهتعيش مبسوط، بس المرحلة اللي انت فيها دلوقتي هتتمنى ترجع لها بعدين، زي ايام الطفولة وايام المدرسة وايام الجامعة. كلنا بنتمنى نرجع لها، بس لما تيجي وقتها بقى كنت دايما مستعجل انك تتخرج او مستعجل انك تشتغل، ولما جه الشغل اتمنيت انك ترجع تاني زي الاول. فبالتالي لازم تستمتع باللحظات الحلوة اللي انت فيها حتى لو كانت ملهاش قيمة او ما عملتش فيها انجازات. كده كده الايام بتعدي وهتبقى ماضي وهتتمنى ترجع للايام اللي انت كنت فيها تاني. عود نفسك ما تستناش اي خطوة وما تستعجلش على الخطوات اللي جاية. استمتع باللي انت فيه دلوقتي، وكده كده اللي جاي هيجي وهتحس بطعم الانجاز وهتستمتع بيه.